إزاي مخنا بيعمل نفسه فصيح وهو أصلا عايز يريح؟ يلا بينا نهبط. أهلا بيكم في قناة هبد علمي. القناة اللي بتقولك الحقيقة حتى لو الحقيقة نفسها مش مقتنعة إنها حقيقة. النهاردة هنتكلم عن أذكى جهاز في جسم الإنسان، المخ. الجهاز اللي المفروض مسؤول عن التفكير، بس في الحقيقة بيصرف 20% من طاقة جسمك عشان يفكر هنفطر إيه ويخلص على كده. المخ بيشتغل بفكرة أهو أي حاجة. المخ البشري عنده موهبة عظيمة، إنه يختار أسهل حاجة في أسهل وقت. تسأله ونذاكر، يرد طب ما نشوف فيديو بسيط 6 ساعات على اليوتيوب الأول. العلماء بيقولوا إن المخ بيعمل شورت كاتس عشان يختصر التفكير، بس بصراحة الموضوع أكتر شبه إنه بيزول. المخ يرفض التفكير في القرارات الصعبة. أصعب سؤال ممكن تسأله لنفسك: ناكل إيه؟ القرار ده ممكن يخلي مخك يعمل ريستارت. ليه؟ لأن التفكير الحقيقي مكلف، والمخ عايز يوفر الطاقة للمهمات الكبرى، زي التنفس وفتح التلاجة 12 مرة بدون سبب. الذاكرة البشرية، فولدر داونلودز. كلنا فاكرين إن مخنا عنده أرشيف مرتب، لكن الحقيقة ده فولدر داونلودز كله ملفات مسماه بيه New File 14. تفتكر معلومة وتكتشف إنها غلط، تحكي قصة وتلاقيها مش قصتك أصلاً، والمخ واقف يقولك أنا فاكر بس مش متأكد، بس غالباً لأ. وفي النهاية المخ جهاز عبقري، بس عبقري في الراحة، في الهروب، وفي التبرير. فلو لقيت نفسك بتهرب أو بتكسل، ما تقلقش، ده مش أنت، ده المهندس المسؤول فوق بيعمل صيانة. لو عجبتك الحلقة، دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، واستنى الهبد القادم. كان معاكم دكتور هبد. سلام.